فرنسا كانت اللي قاعده تقريب. عيطت عليهم سبيتهم الحقيقه، عيطت عليهم بواحد الحراره، قلت لهم احنا مجاهدين رانا نكافحوا في الاستعمار وانتم تضربوا فينا وكذا. اخي عيطت للمسؤول نتاعو، قال لي وينهم جماعه الورث؟ قلت وين انا؟ قال لي حبسوا الجيش نتاعكم، وحميني من هي حب يضربهم، قلنا ما تضربش. الحاصل حبسوه وتلاقينا معاهم، حطينا مع المسؤول نتاعهم، قلنا له ودي احنا عندنا امر، اذا كانكم جيش لورث هيا تروحوا لورث معنا، اذا كانكم جيش التحرير الوطني لازم تنضموا للقبائل، ما تبقاوش جيش وحدكم، احنا ما نديروش 10 جيوش صوره واحده وجيش واحد، جيش التحرير واحد من واحد. الحاصل بداو يمشيوا فينا، عندهم واحد 10 شرطة، كل نهار نروحوا للشرا نخطبوا ويبيعوا فينا. كي تمينا خلاص ولينا عيطنا للعميروش ربي يرحمه، قلنا له هذه لازم لها مقوة، واحد يكون واحد في 80 هكذا 90 دار واحد كازمات هكذا واحد البلاغة. اخي سلكناهم، جابوا الجيش القوة، سلكناهم، اللي مات اللي راندا اللي هرب هذوك اللي صبحوا في الصحراء بلونيس، جماعة بلونيس هذوك منهم، هذوك اللي هربوا. حنا المهمة نتاعنا رجعنا للعميروش، قلنا احنا لازم نشوفوا كريم قال لك غايب ما كانش، هو كان في الحقيقة المعلومات جات لنا، كان واحد لاجودان قال له كان موجود هنا، ما عاد يستقبلنا. رجعنا استغفر الله، كي رجعوا نتاعنا خلينا العموري، احنا على بالك عندنا معهد الصورة بالصوم بولعيد رحمه الله، وكان باش يدير اجتماع زوج مناطق، منطقة الصحراء ومنطقة الأوراس في 25 مارس، هكذا اتفقنا لازم نكونوا 25 مارس نكونوا في جبل زرق. الحصول خلينا العموري، ثم قلنا له ودي اذا كان جا كريم جيبوه معاك، اذا ما كانش لازم تلتحق بينا، احنا رايحين. جيت انا عبد الصمد والصالح ومصطفى عايد ومصطفى نصفيه، رجعنا. أشرف مصطفى بن بولعيد على عقد اجتماع في 11 12 و13 مارس 1956 لإطارات الناحية الشرقية للأوراس بواد عطاف جنوب غابة بن ملول على حدود كيمل، وتسلم القيادة من جديد، حيث قام بدراسة الحالة النظامية والعسكرية، وخطط للحرب المستقبلية في مواجهة العدو. أول اجتماع ولاية الأوراس تشمل في ذاك الوقت 6 مناطق. اجتماع اللي درناه في 11 12 13 مارس 56 بعد خروجه من السجن. وفي هذيك الاجتماعات الإطارات نتاع النواحي تاع المناطق، ماهيش نواحي، إطارات نتاع مناطق، من هو اللي ما حضرش هو الغرور عباس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.